ازيكم يا حبايب ام روفان، عاملين ايه؟ هتقولي لي ايه يا ام روفان؟ في ايه؟ هو العيد عندكم تاني ولا ايه؟ لا بصوا يا جماعه، قبل ما اتكلم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه عشان القناه تكبر بيكم يا جماعه. كل بالبلدي مع ام روفان، كل جديد في جديد مع ام روفان عشان اقول لكم اللي فيها واللي انتوا شايفينه ده ايه. الله، اصل انا دي ايه يا ام روفان؟ دي عجينه كحك كيلو دقيق كان عندي من بعد العيد. فطبعا ابو محمد بيحب ام محمد قوي، فمن حبه ليها قال لنا والنبي احنا عاوزين نتعشى. قعد يدعبس، ما هو الراجل كده لما يحب يدعبس بيطلع مصارين التلاجة او مصارين المطبخ. فلقى كيلو دقيق ولقى حاجه الكحك باقيه من الكحك القديم. قال لي والنبي يا ام روفان انا عاوز طبق كحك، لان الكحك ما لحقناش نشبع منه. بصراحه يا جماعه الكحك بتاعي، انتوا عارفين الكحك بتاع ام روفان لا يعلى عليه. شفت السمنه؟ قال لي يا ام روفان، قلت لكم معاكم بقى واحكي لكم الحكايه عشان تشهدوا على ابو محمد. قال لي يا ام محمد انا نفسي في كحك، احنا ما شبعناش من كحك العيد. شفتوا يا جماعه؟ تعملوا كده تعرفوا ان الكحكايه بقت ايه؟ بقى الكحكايه كده حلوه. قال لي احنا ما شبعناش من كحك العيد، كل اللي يدوق كحكايه يبقى عاوز طبق هو ماشي. فده اللي حصل يا جماعه في كحك العيد. انا كنت عامله 2 كيلو دقيق للكحك، يعني يلعبوا معاكم في 4 كيلو كحك جاهز من بره. بس طبعا ما يعلاش على كحك البيتي بتاع اجدادنا وستات زمان والحاجات دي. شفت اللون العجينه ده بتاع زمان. المهم تعليمي من مامتي الله يرحمها. بصوا يا جماعه، طبعا ما شبعنا. كل اللي يجي ياكل عندنا في العيد يعجبه الكحك لان كله طبعا جايب جاهز. نقوم مدينهم طبق. طبعا على بال ما وابني كان صايم الستة البيض كمان. جه لما ابني خلص الستة البيض، الستة من شوال، لانه بيصوم من تاني يوم العيد. لا انا لسه بصوم، يا جماعه الستة من شوال. كل سنه وانتم طيبين. يعني انا صمت 4 ايام، فاضل لي يومين بس طبعا على بال ما ابني فطر لا الكحك خلص، لانه ما كانش بياكل طبعا بعد الفطار، بيبقى بطنه اتملت. فقال لي ما ينفعش يا ماما انا ما شبعتش من الكحك. الكحك والله كان كتير، كنت جايبه بسكوت كتير. بس كل اللي يجي يعني ما شاء الله ما بحبش ازعل حد، اقوم انا مدياله ايه؟ طبق كحك لحد ما صيفي على طبق لينا صغير. فطبعا انا والله برضك ما شبعتش من الكحك. فقررت ان انا لما ابو محمد قعد يدعبس وينحور في المطبخ، طبعا لقى كيس الدقيق ولقى حاجه الكحك ولقى كان في ملبن فايض. اهو الملبن اهو عاملاه بحته سمنه. وقال لي اعملي لنا والنبي يا ام محمد كحك. فقمت قايمه، يعني حكم القوي على الضعيف. والا ابو محمد لما بيطلب مني طلب يا جماعه، الا ابو محمد لما بيطلب مني طلب يؤمر وانا ايه نغطي كده عشان ما يبرد، ما ايه الهوا ما يدخلش. هتقولي طب ما في العيد انت ما عملتيش الكحك قدامنا وما ما علمتناش الكحك. يا جماعه كله بيعمل كحك، بس انا على العموم انا بجيب كيلو دقيق، احط عليه معلقه سمسم، معلقه ريحه كحك، مع ازازه صغيره كده ريحه موز، مع ريحه سمنه بلدي، مع ايه تاني وخلاص. وطبعا بتبقي مدوبه الخميره. انا بجيب خميره بيره للكحك يا جماعه لانها بتفعل العجين بسرعه. وبحط عليها كوبايه لبن. الكيلو دي خد معايا بالظبط كيلو ونص، كوبايه ونص لبن على حسب الدقيق. في دقيق يا جماعه بياخد لبن كتير، في دقيق بياخد. هو كيلو عندي هنا اللي هو جماعه الاغراض ده خد مني كوبايه ونص. في العيد الكبير الصغير خد مني كوبايتين لبن، فحسب يعني. المهم وبعد كده انا لا بقدح السمنه. كيلو دقيق عليه نص كيلو سمنه بالظبط عشان العجينه تبقى حلوه كده ولا ناعمه ولا خشنه. نص كيلو دقيق بالظبط، نص كيلو سمنه على الكيلو دقيق بالظبط. انا بعاير كل حاجه. المهم فطبعا عشان ابو محمد نفسه في كحك، طبعا لازم ام محمد لازم تنفذ طلبات ام محمد. وطبعا على هوا محمد ابني عشان كان نفسه في كحك لانه ما شبعش منه. فده الفيديو النهارده يا جماعه. مش لازم نعمل الكحك في العيد، على فكره انا طول السنه بعمل كحك يا جماعه. والغريبه بتاعت رمضان العيد طبعا انا اللي كنت عاملاها حاجه كده فاخر من الاخر. عندي هنا يا جماعه نص كيلو دقيق هيرمي معايا بردك غريبه. الغريبه انت عارف انت بتعملوها رفيعه، هترمي معايا صينيه حلوه. المهم فده فكره الفيديو يا جماعه. مش لازم نعمل كحك في العيد، ادام نفسكم فيه اعملوه. كحك البيت يا جماعه مفيش احسن منه والله. بصي توفير، لان انتوا عارفين كيلو الكحك لو هتجيبيه كحكايه برضك ما بيعجبنيش. لا ما بيبقاش حلو.
ما بحبش انا الكحك اللي هو بتاع بره. ده ابني بيقول لي ايه والنبي يا ماما اعملي بيتي، مش ما بيعجبنيش الكحك بره. فده فكره الفيديو يا جماعه. ماشي. شوفوا حكايه، شفت السمنه والريحه، حاجه كده فاخر من الاخر. يا حلاوتك يا ام روفيه. وعلى الكحك بتاعك، تعالى بقى ايه نخلص الكحك. طبعا انا عاملاه معاكم من العيد الصغير. ماشي. فتعالوا بقى ايه نخلص الصينيه دي. احمد ابو محمد اعمل تعالى بقى نخلص الصينيه دي وارجع لكم عشان ما اطولش معاكم. استنى كده ثانيه عشان ما اطولش معاكم. تعالى نخلص الصينيه دي واقول لكم نهايه الصينيه ايه والكحكايه بتاعت بعد العيد. وادعوا لي ربنا يصبرني والنبي والنبي. يعني انا من ساعه ما خلصت العيد والله العظيم انا مرتاحه. العيد خلص وانا ما ارتحتش، ويدخل علينا عيد الكبير انا بعمل بردك كحك. يعني الواحد بس يلا عشان عيون ابو محمد وعياله. يلا حكم الاول ده. خليكم بقى معايا لما نخلص. ماشي. لكيت معاكم شويه اهو، فخليكم معايا ونرجع لاخر كحك. ايه بصي ازيكم بصي يا جماعه، احنا عملنا اول صينيه اهو يا جماعه من الكحك اللي احنا عملناه. الست الشاطره اللي عندها كيلو دي وحاجات الكحك، اكيد عندك حاجات الكحك من العيد الصغير. يعني في بواقي. فاعملي زي ام روفان وتعالي كده ما نفتح الكاميرا مع بعض ونشوف مين اللي هيتعشى الاول كحك بالسكر بقى. عندي سكر ناعم يا جماعه من العيد بردك. احنا صايمين الستة من شوال. والله كان نفسي اصور لكم النهارده وانا معيشاهم اجواء رمضان تاني، لان في ناس قوي قالوا ان رمضان فات بسرعه. الشهر الصراحه فات بسرعه، هو شهر الخير والبركه فعلا. فوالله وبلح بقى عاملها لهم خشاب باللبن وحاجه كده فخر من مروان. انتوا عارفين بتحب تعيش اجواء رمضان قوي وجو العيله وكده. فهدخل اعلق على الصينيه دي واوريكم عشان بقى شاي بلبن بقى، شويه شاي بلبن فاخر من الاخر كده، ونعمل شويه كحك كده. ورفان طبعا جت تعمل الصينيه الثانيه. على فكره رفان اللي كانت مساعداني في العيد الكبير يا جماعه في الكحك، والله هي اللي كانت عامله 3/4 الكحك. فخليكم بقى معايا عشان ما القش معاكم. بس اهم حاجه اللي اتفرج الفيديو لحد دلوقتي لايكاتكم واشتراكاتكم، واللي داخل على القناه اول مره اشتراك للقناه ولايكاتك بردك. ولو عندك كيلو دقيق ادخلي اوام اعملي شويه كحك كده لجوزك فاجئيه كده لما يجي من بره. النهارده الخميس وهنعمل بقى فشار وهنروق يا جماعه وحاجه كده فاخر من الاخر. استنوني بقى انا لكاك انا عارفه. استنوني لنهايه الكحك. الكحك بعد ما خلص يا جماعه شوف شكله جميل ازاي. ده الصينيه دي الرفانه عاملاها. طب بقى ايه نشوف عملنا ايه تاني. وده طبعا الكحك ابو سكر، حاجه كده فاخر من الاخر. رجعنا لروائح العيد تاني، الكحك والبسكوت. مش لازم نعمل الكحك يا جماعه في العيد بس، عادي نفسك في كحكايه لوز زي بتاعه ام روفان الجميله دي عادي اعمليه ولا يهمك. الكحك سهل جدا يا جماعه، وانا قلت طريقته وانا بعمله. انا عملته كام مره في القناه القديمه، بس يعني دلوقتي اللي انا بقول لكم اللي عاوز يرجع لروائح العيد تاني، حتى لو اقول لك ايه في شهر 6 في شهر 7 في شهر 8 في شهر 9 ولسه العيد ما جاش، عادي لما تعملي وتعيشي ولادك اجواء العيد عادي ما فيش مشاكل. الكحكه جميله ازاي والله ولا خد مني اي حاجه. ومعايا الشيفه المساعده روفان ساعدتني. تعالوا بقى ما نختم الفيديو مع بعض. بحبكم اللي وصل للفيديو لحد دلوقتي. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه عشان القناه تكبر بكم يا جماعه. كل بالبلد مع مروان اللي جديد في جديد مع مروان. تعالوا بقى ما نختم الفيديو يا جماعه. ودي بقى يا جماعه نهايه الفيديو يا جماعه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه، وقولوا لي هل فعلا عادي لما نعمل كحك تاني بعد العيد ولا ايه؟ بس انا بقول عادي، انا طول السنه بعمل كحك. العيال نفسهم بصوا انتوا ما تستنوش وقت العيد او وقت رمضان نقول لا احنا هنعمل الاكل ده في رمضان، لا احنا هنعمل الاكل ده في العيد. يا جماعه النفس اللي بتختار. احنا نفسنا ناكل ده بعد العيد خلاص، بس ده هو وقت دار يا جماعه. حكم القوي على الضعيف. النهارده عايزين ايه الليله تبقى حلوه كده. عملنا طلب كحك، عملنا كحك. طلب فشار هقوم حالا. طبعا الكحك خلص وريته لكم. اكتبوا لي بقى في الكومنتات هل الكحك ده زي بتاع العيد اللي انا كنت عاملاه ولا لا. وهقوم اعمل فشار حالا عشان يبقى له حجه بقى اللي هو يقلب علينا ولا حاجه. وهيجي حالا الاقيني خلصت وتحت السيطره وكله يعني ايه تحت السيطره. لايكاتكم واشتراكاتكم عشان القناه تكبر بيكم يا جماعه. كل بالبلدي مع ام روفان، كل جديد في جديد مع ام روفان. وروايح رمضان والعيد ام روفان رجعتها تاني بعد العيد. بحبكم.